أنا عارف أنت حاسس بإيه. أنا كنت مكانك، أخدت وقت كتير أوي ومجهود كتير أوي إن أنت تدور على الشغلانة اللي أنت نفسك تشتغلها، وقدمت عليها ومستني الرد بتاعها، بس للأسف اترفضت. أنا عارف إن أنت دلوقتي حاسس إن أنت متضايق ومتعصب ومش عايز تكمل حتى، بس تعالى أقولك على حاجة. الرفض هو جزء من حياتنا، حاجة كلنا بنتعرض لها بغض النظر عن اللي احنا بنعمله، وبالذات في الفريلانسنج. مساء الفل يا شباب. لا هي اكتر كلمه ممكن توجع شخص او تضايقه. لا دي كلنا تعرضنا لها، كلنا تعرضنا للرفض في اي حاجه احنا دخلنا فيها، سواء كانت علاقه ما تفتكرهاش ركز في الفيديو، سواء كانت في شغل، سواء ان انت رحت تبيع حاجه، بالذات الناس اللي بتشتغلوا في السيلز. كل الرفض ده بيتبان عندك ان انت مرفوض ومش هتقدر تنجح في حاجه، سواء كانت العلاقه فانت بتحس ان انا مش هنجح في اي علاقه او انا الشخص الوحش، سواء كان في شغل فانت بتشوف ان الناس كلها كانت احسن مني وانا الوحيد اللي ما قدرتش اشتغل كويس، او انا مش هقدر اشتغل زي الناس ديت. سواء كان في اي حاجه في الحياه، اول ما بتسمع كلمه لا تبدا تتضايق وتبدا تاخدها ان الشخص اللي قدامك بيهاجمك انت شخصيا، مع ان في الفريلانسنج الموضوع بيبقى مختلف شويتين. لا ما بيبقاش هجوم شخصيا، او اخواتنا في السيلز ما بيبقاش بيهجم على الشخص، هو بيبقى رافض المنتج نفسه او رافض الشغل ده، وده تقدر تحسنه لو انت بتشتغل فريلانسنج انت تقدر تحسن مهاراتك كل يوم اكتر من اللي قبليك. فلا ديت انت ممكن تاخدها ان هي دافع ليك وتبدا ان انت تشتغل وتنتج اكتر بكتير. اول حاجه، احنا ليه اصلا بنخاف من الرفض؟ احنا بنخاف ان احنا نترفض لان احنا بنخاف الناس تحكم علينا، الناس تحكم علينا وحش، بنخاف ان الناس تشوفنا ان احنا مش كفايه او ان احنا ما نقدرش نقدم اللي هم عايزينه. تاني حاجه، بنخاف ان احنا نبقى لوحدنا، ان احنا مش قادرين نشتغل، او لو انت في علاقه بتخاف ان انت تبقى عايش لوحدك لان الشخص ده رفضك. تالت حاجه، ودي بطبيعه الحال كل الناس بتخاف من الفشل. اول ما بتسمع لا حتى لو كانت من اول شخص تحس ان انت فشلت وعمرك ما هتوصل، مع ان الموضوع مختلف جدا. لا دي بتخليك المفروض يبقى عندك حافز ان انت تشتغل اكتر وتنتج اكتر. فاول ما تسمع لا، لو الموضوع اللي انت شغال فيه ده شغفك وانت شايف ان انت ممكن تنجح فيه، اوعى تسيبه. لا دي عادي بتقال الناس كلها، وانا اول واحد قال لي لا 100 مره في فريلانسنج قبل ما اول عميل يرد عليا. فعادي ان انت تسمع كلمه لا، دي مش نهايه الدنيا. اول ما بتتعرض للرفض جسمك ومخك بيبداوا ياخدوا حاله الدفاع، بتحس ان انت مشلول ومتضايق ومتعصب وزعلان ومش قادر تعمل حاجه، وبتبدا كمان ان انت تشك في نفسك، تشك في قدراتك، وهل انا ممكن اشتغل هنا؟ طب انا ليه ما اشتغلتش هنا؟ بالذات لو انت شفت ان في شخص تاني خد المكان ده، فتبدا تحس ان الشخص ده كان احسن منك والناس كتير احسن منك وانت عمرك ما هتبقى فت في المكان ده. اول ما تحس بالرفض عادي ان انت تحس ان انت متضايق ومش زعلان، سيب الموضوع ان هو ياخد وقته، اوعى تحبسه وتقول لا انا مش هبين ان انا متضايق، ده هيخلي الموضوع اوحش. بعد كده حاول ان انت تكلم ناس انت بتحبهم وعارف ان هم بيحبوك، لان هم فعلا هيرفعوا من معنوياتك جدا وهيخلوك ان انت قادر تنزل الملاعب تاني وتقدر تكمل شغلك او تكمل في علاقه تانيه، وان انت تطلع من حته الرفض وتبقى متاكد فعلا ان انت تقدر تخلص كل ده، واوعى تشوف نفسك في يوم من الايام. ثالث حاجه، روح اعمل حاجه انت بتحبها او حاجه انت شاطر فيها، حاجه تحفزك فعلا وتفكرك ان انت شاطر في الحياه، ان انت مش فاشل او الناس ديت احسن منك، هو بس ده ما كانش رزقك او ديت ما كانتش الفرصه بتاعتك، ممكن يبقى فيه فرصه اكبر بكتير متشاله لك قدام. فما تخافش وتقول هي دي كانت اخر فرصه ولو ما جاتليش فانا مش هقدر ادخل في اي مجال تاني. وزي ما قلنا في فيديو قبل كده ان المخ ما بيقدرش يفرق ما بين النجاح والفشل غير اللي انت بتقوله. افكار الفشل او الافكار السلبيه انت تقدر تحاربها، انت اللي تقدر تطلع نفسك منها. اللي زعل ده قرار انت بتاخده ان انت تبقى زعلان. حاول ان انت على طول تحارب الافكار دي، تطلع بره النطاق ان انا فاشل وتبدا ان انت تبص للنجاح. ابدا تخيله، وانس ان انت بدات تتخيله مخك هيبدا يشتغل اوتوماتيك ان هو ناجح، وهيبدا يطلع لك افكار بره الصندوق، او هيبدا ان هو يهديك ان انت ما اترفضتش لكونك انت بس، اترفضت لكون ان ده مش مكانك وان انت تستاهل مكان اعلى بكتير. وساعتها مخك هيبقى متحمس انه يتعلم وانه يمبروف نفسه وان هو يدخل في تشالنجز اصعب بكتير، او ان هو يدخل في تحديات اكبر بكتير حتى لو هو ما يقدرش يعملها، بس هو انت وصلت له فكره ان انا اقدر اعملها، فهو هيقدر يشتغل ويتخطى التحديات دي. عادي ان انت تترفض لو حتى قلت فكره وسط اصحابك او اهلك والناس كلها رفضتها، عادي ان انت ممكن تكمل في الهدف ده. اول واحد قرر ان هو يبقى فيه حته حديده ممكن تتصل بواحد وانت في مصر تكلمه في امريكا في وقت مختلف، الموضوع بالنسبه لهم كان مستحيل، بس هو قرر ان هم هيخترعوا التليفون وبعد كده يطوروا له الموبايل، وبعد كده ستيف جوبز جه وقال لك ان الحديده ديت هتبقى كمان تاتش، يعني انت تدوس بس على الشاشه تلاقيها تشتغل. الناس كلها قالت ان الشخص ده مجنون،
وده خلاه من انجح الشركات حاليا، لان هو طلع بافكار مش عند حد والناس كلها عرضته عليها في الاول. فعادي ان انت تقدر ان انت تحدد هدف وتمشي عليه طول ما الهدف ده واقعي، او انت تقدر تعمله حتى لو بالنسبه اللي حواليك مش واقعي، ابدا امشي فيه. بس هقول لك على حاجه، لو انت جيت في يوم من الايام وحسيت ان انت استهلكت ومش قادر ان انت تعمل حاجه، عادي ان انت تقف وترجع تفكر تاني، تقف وترجع تراجع نفسك من اول وجديد، تروح مكان انت تقدر تهدى وتفكر من الاول خالص. ساعات المخ بيستهلك ومبقاش قادر يفكر وخلاص بتحس ان ديت اخر الطريق. عادي تقف وتفكر، ممكن يبقى فيه تعديله بسيطه انت ما عملتهاش، ممكن في فكره انت ما شفتهاش. ومن اهم الحاجات ان انت تسال الناس اللي حواليك، ان انت تسال الناس اللي حواليك ديت بتجيب لك افكار كتير جدا ممكن ما كانتش جات على بالك. الناس اللي حواليك كل واحد بيشتغل بمخ لوحده، فعندهم افكار طبعا اكتر منك بكتير. ممكن تاخد كل الافكار دي تطلع منهم بتفصيله بسيطه جدا هي اللي تغير البروجكت بتاعك كله وتقدر تعمل اللي انت بتحلم بيه. عايزك تبقى عارف كمان ان لا ديت مش على طول بيبقى ليها تاثير سلبي عليك، ممكن يبقى ليها تاثير ايجابي، لان انت ممكن تقف بعد اول لا وتسال نفسك انا ليه اترفضت. لو انت بتشتغل فريلانسنج صدقني مش من اول مره او 2 أو 3 العميل هيقبلك، وبعد ما عميل يقبلك مش اول عميل او تاني او تالت واحد هيقبلوك هيخلوك تكمل معاهم في الشغل، كل واحد هيرفضك في وقت ما. فعايزك على طول تقف بعد اول لا تجيلك وتسال نفسك انا ليه اترفضت؟ هل هي الخبره بتاعتي مش كفايه؟ هل السكيل ديت انا ما نميتهاش كفايه؟ هل انا ما قدرتش اتواصل مع العميل صح؟ هل انا ما قدرتش اوصل شغلي صح؟ كل الاسئله ديت لازم تسالها لنفسك، وبعد كده تطلع لها اجابات، اكتبها في ورقه وطلع لها اجابات. هل مثلا انا بشتغل فيديو اديتور وبشتغل ببرنامج الناس بطلت تشتغل بيه وبقى في ناس بتشتغل بحاجه احسن، فهروح اتعلمها وابقى احسن منهم؟ لازم يبقى عندك اسئله مكتوبه واجابات ليها عشان تقدر تطور من نفسك على طول. لا ديت انت ممكن تسمعها في مواقف كتير جدا، بس زي ما بنقول انت هتوصل لدرجه ان جدتك نحست، انت ما بقتش بتحس بلا. وديت البوينت اللي انت هتبقى فيها كرييتيف، ان قول لي لا وهدخل على البروجكت اللي بعده، قول لي لا وهشوف شخص بعده لان انت ما كنتش تستاهلني، قول لي لا وهشوف هدف جديد وهقدر اوصل له. لا عادي بتتقال، ما تاخدهاش على اعصابك لان الشخص مش بيهاجمك، بالذات بتوع السيلز. بس لو اتقال لك لا في اي حاجه تانية ما تاخدهاش على اعصابك وتقعد فتره طويله زعلان بسببها. قوم وجرب تاني وهتلاقي فرص كتير جدا كانت متاحه، بس انت اللي كنت مخلي الافق بتاعك على حاجه ضيقه جدا وما كنتش عايز تشوف اي حاجه حواليها. في الاخر عايز اقول لك ان الرفض ده جزء من حياتنا، عادي هتقابله في اي مجال هتخشه حرفيا، بس عايزك على طول ان انت تقوم وتنفض نفسك وتبدا تشتغل تاني وتاخد خطوات تانيه تبقى ثابته. تسال نفسك كل الاسئله اللي المفروض تتسال وكل الاجوبه اللي المفروض تتجاوب، وتسال كل الناس اللي حواليك هتلاقي عندهم اجابات ممكن انت ما كنتش شايفها. عادي ان انت تسمع لا، بس مش عادي ان انت تقف عند اول لا تقابلها. بس كده يا شباب، يا رب يكون فدتكم فيديو النهارده. لو عايز تعرف معلومات اكتر عن ازاي تبقى حر ماليا ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.